على كل علبة بلاستيك في البيت في رقم مهم بيعرفك هل العلبة دي آمنة ولا بتسرب سموم. ولو عندك حد يهمك صحته ابعت له الفيديو ده. استنى، طبعا في آخر الفيديو هسيب لك صورة كده تبين لك كل الأرقام اللي هقولها لك. على كل علبة بلاستيك في مثلث كده جواه رقم. أنا عايزك كده تمسك كل علبة بلاستيك في البيت وتبص عليها واحدة واحدة. الرقم ده مش محطوط للزينة، الرقم ده بيعرفك هل العلبة دي آمنة ولا بتسرب سموم ولا لا. الأرقام اللي لازم نبعد عليها فورا هي 3 و6 و7. و7 ده اخطر رقم فيهم، لانه بيحتوي على مواد بتاثر على الهرمونات وبتاثر على صحه الجسم وممكن تؤدي لسرطان. وطبعا رقم 3 و6 بيأثروا على الكبد والكلى. الارقام بقى الامنه اللي لو لقيتها تطمن شويه على العلب اللي عندك هي رقم 1 و2 و4 و5. وخمسة ده أأمن واحد فيهم. رقم 1 اللي موجود في الأزايز بتاعت المية وعلب العصير اللي احنا بنشتريها من بره، ده بيكون آمن وللاستخدام لمرة واحدة بس. ورقم 2 و4 كويسين برضه بس مش للاستخدام اليوم. بقى بالنسبة لرقم 5 وهو أأمن واحد فيهم، وده اللي ممكن نستخدمه في إعادة التعبئة أو إن احنا نحافظ على الأكل بتاعنا أو نعيد أو إن احنا نملى فيه مشروبات. فلو أنت دلوقتي بدأت تبص على الأرقام دي وبدأت تخلي بالك وأنت بتشتري كل مرة علبة بلاستيك، فأنت كده بتحمي نفسك من أمراض مزمنة ممكن تجيلك مع الوقت من غير ما تحس. والصوره اللي انا قلت لك عليها دلوقتي هتلاقيها ظاهره قدامك على الشاشه، خدها سكرين، دي بتلخص الفيديو كله. فطبعا مش محتاج اوصيك تعمل فولو ولايك عشان تعرف معلومات اكتر عن صحتك.